جاءت من البنك الأهلي المصري لأصحاب الشهادات 27% وال23.5%، وصدمة لبعض أصحاب الشهادات 27% وال23.5% سواء في البنك الأهلي أو بنك مصر. تعال نشوف التفاصيل الجديدة، بس قبل ما نبدأ الفيديو يا ريت تدعمنا بلايك للفيديو وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك مننا كل جديد، وما تنساش تشارك الفيديو على كل أصحابك على السوشيال ميديا لتعم الفائدة. الناس اللي بتقول ما بيجيليش إشعار من القناة، لأن حضرتك لازم تنزل أسفل الفيديو بتلاقي علامة اللايك، اضغط لايك هيوصلك مننا كل الشهادات، وهنعمل مقارنة ما بين الشهادات وبعضها وكل البنوك الموجودة في مصر. تعالى بقى نتعرف على الفيديو الجديد. التخوف اللي موجود حاليا من أصحاب الشهادات سواء 27% السنوية وال23.5% الشهرية سواء في البنك الأهلي أو بنك مصر، ده أمر طبيعي جدا، وده لأن كانت هناك توقعات كبيرة من كثير من المحللين مع اقتراب استحقاق الشهادات ان يتم تغيير اسعار او ايقاف بعض الشهادات المطروحه سواء في البنك الاهلي او بنك مصر. ولكن قبل ما نتعرف على الخبر المهم اللي في الفيديو، لازم افكر اصحاب الشهادات 27% و 23.5% انه بدأ استحقاق الشهادات بداية من يوم 5 يناير، وده لان اول شهادة تم طرحها كان في يوم 4 يناير في العام السابق، ولكن بعض أصحاب الشهادات لم يتم نزول مستحقاتها، ودي كانت صدمة كبيرة لأصحاب الشهادات اللي ربطوها يوم 4 يناير الماضي. وهنا بدأ تساؤل كثير من العملاء القناة، احنا ليه منزلش مستحقاتنا مع اننا احنا رابطينها يوم 4 يناير، كانت المفروض تنزل لنا بداية من يوم 5 يناير. كان الرد احنا شرحناه في فيديو سابق، وهسيب لك رابط الفيديو كيفية حل هذه المشكلة، هسيب لك الرابط اسفل الفيديو، لكن هديك فكرة ايه اللي حصل. اولا اصحاب الشهادات 27% السنوية وال23.5% الشهرية اللي منزل لهمش مستحقات، اما ان كان عليك قرض بضمان الشهادة، ولذلك تم الحجز على الشهادة وتم تحويلها الى شهادات ثلاثية بفائدة 21.5%، وده نبهنا عليه في الفيديوهات السابقة. او كان عليك مديونية ببطاقات الائتمان اللي هي المشتريات ولم يتم تسديد المديونية ايضا، وغيرها من المديونيات اللي بيكون عليك للبنك، لذلك البنك بيحجز على شهادتك وبيجددها على الشهادات الثلاثية اللي هي 21.5% لمدة 3 سنوات. واحنا عرفناك في الفيديوهات السابقة كيفية حل هذه المشاكل، الرابط هيكون اسفل الفيديو، لازم تشوف الفيديو. كل اصحاب الشهادات 27% 23.5% شوف الفيديو ده علشان لو حصل معاك ومنزلكاش مستحقاتك لازم تعرف تحل المشكلة. اما الخبر اللي معانا اليوم وهو من رئيس تنفيذي للبنك الاهلي المصري وهو محمد الاتربي، بان الشهادات 27% السنوية وايضا 23.5% الشهرية بالبنكين مستمرة حتى الآن، ولن يتم إيقافها حتى الآن، ولم يتم اتخاذ أي تغيير عليهم، وإن الشهادات مطروح حاليا بال27% وال23.5% في أي فرع من فروع البنكين حتى الآن. وفي حالة تغيير أي أسعار منهم طبعا احنا هننزلها على القناة ونكون أوائل الناس اللي هتنزلها، لذلك بذكرك بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ولايك الفيديو وصلك مننا كل الشهادات اللي هننزلها على القناة. انتظرنا.